السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقص مع بعض الستاير، بما ان احنا في العيد كده وايام العيد، ولو في وقت هنقفلها مع بعض. وهي كده كده سهلة وجميلة جدا وشغلها سهل جدا. هنقول بسم الله. احنا كده معانا دي 3 متر وشوية، يعني ممكن تكون 3 متر وربع، 5 متر عشان جنبين. الستارة دي، الستاير دي هتتحط على الباب بتاع الأوض. كل باب هيحتاج جنب. تمام. بصوا الفرنشة جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله. مبروك على صاحبتهم، تتهنى بيهم يا رب. ومعايا الستارة الجميلة دي اهي، برضو دي هتتقسم على نصين. بسم الله ما شاء الله. شغل، بصوا شغل فاخر من الاخر، حاجة عظمة عظمة عظمة. اللهم بارك. يعني ده هي كده مقلوب، هي كده. هوريكم العدلة بتاعتها اهو، دي العدلة بتاعتها. بصوا الجمال والشياكة، بصوا شكلها حلو ازاي. دي كده العدلة بتاعتها اهي، والرسمة بتاعتها واخدة طول ما شاء الله، اللهم بارك، لغاية النص. ادي دور، وادي الدور اللي في النص. تمام. انا مش عارفة افردها لكم عشان انتوا عارفين ان الستاير بتبقى كبيرة جدا، 2 متر ونص واكتر. تعالوا نقيسها مع بعض كده واقول لكم طولها بالظبط قد ايه. بصوا ادي متر، وادي متر، يبقى كده كام؟ 2. وادي بقيت 3، يعني 3 متر الا 20. احنا هنطلع منها 2 متر ونص بالظبط، بس هنقسمها الاول نصين. انتي ما تحتاجيش حد يقف معاكي ولا يمسك معاكي، هتيجي على طبقة التاجر كده وتروحي ماسكة وشغالة. ادي الطبقة اهي، هتيجي من عند الطبقة، حطي الطرف على الطرف. طبعا بتخلوا بالكوا عشان بيبقى ساعات فيه ورق اهو، بيبقى جاي من عند التاجر مطرح القص وكده، بيبقوا مستعجلين فبيبقوا ايه، ما بيظبطوش ايديهم كويس. فانتوا خلوا بالكم من الموضوع ده وانتوا بتقصوا. ساووا القماش كويس، ولو في حاجة محتاجة تتظبط قبل القص اظبطيها عشان ما تورورش معاكي في الخياطة وتطلع معاكي مش مظبوطة. انا كده سويت. بتريحي القماشة عشان لو فيها اي زيادات ولا حاجة هتطلع معاكي وانتي بتقصي. هي كده انا لما سويتها ما بتسويتش، يبقى هي كده فيها ورق، يبقى انت هتريحيها بقى. نحاول نتعامل بقى لو في حاجة محتاجة تتقص ولا حاجة. كده ظبطتها اهي، هبتدي اقص على طول واقول بسم الله، واقص بسم الله. ادي كده عملنا قطعتين، هاخد من كل قطعة 2.5، وعايزة اعمل حساب التانية لان هي العميلة عايزة التانية عريضة تدخل في الماسورة على طول. هاخد من الكنار من تحت هقيس
ركزوا معايا. انا ما بجيش عند الكنار اللي هو بيبقى طالع من عند تحت من عند الارض كده لغاية فوق من هنا كده. تمام. انا هنا هبتدي اقيس. لما تيجي تقصي ما بتقصيش من الكنار بيفضل زي ما هو. هتقيسي كده، ادي كده متر تاني اهو كده. سبت الكنار وطلع على فوق اهو، وادي الناحية التانية مترين، وادي الجنب ده. انا هحتاج طول 2.5 متر تاني، واحتاج ليا انا 20 سنتي، عشان لما تقسم يبقى 10 سنتي على قد الماسورة، يبقى المفروض 270. نقص دي بس 270. ابتدي بقى احط الطرف ده على الطرف ده عشان التل بيتزحلق، فانتي تخلي بالك ان ايه، تظبطي الطرف على الطرف كده وتروحي قايسة واحدة واحدة، عشان ده تل بيتزحلق. اذا كان ورب من التجار ذات نفسهم اللي بيقصوا، فاحنا هنخلي بالنا واحدة واحدة. وهاخد 10 سنتي واعلم الناحية التانية 10 سنتي كده، 10 سنتي. وادي 10 سنتي التانيين. هنا عشان هي متزحلقة هاخدها لك على الطرف، هاخد لك جنب واحد وبعدين الجنب التاني. بسم الله. اهو انا كده خدت طرف واحد. يعني احنا بنمشي مع الطول ده بحرص شديد جدا عشان يبقى معاه واحدة واحدة، منزعلوش في حاجة. على العلامة الاولانية بتاعتنا اهي، هنقيس على نفس اللي احنا قسنا عليها دي اهي، عشان يبقى مقاسنا كله واحد. البورصل اصلا متطبق، فانتي حاولي تفرديه على قد ما تقدري تفرديه. اتمنى ان صوتي يكون واضح، لان انا ايه، حاسه ان صوتي واطي، بس مش عايزه اعلي صوتي عشان النايمين ما يصحوش. خلوهم نايمين وخلينا الدنيا ايه، هاديه معانا شويه. اهو كده 10 سنتي طلعت تمام كده. دي كده اول قطعه خلصت معايا. هندخل على القطعه اللي بعدها، وبعدين هعمل اوفر، وبعدين هقفل. لو لقيت وقت الفيديو يسمح ان انا اوريكم التقفيل هنقفل مع بعض. هو سهل التقفيل، هيبقى التاني من الجنبين. بتشد الطرفين جامد، تخليهم سوا واحد، متخليش واحدة تحت سايبة والتانية فوق عالية. لازم الاتنين يبقوا ماشيين مع بعض سطر واحد. تمام. انا كده خدت الطرفين، ندوس عليهم كويس جدا وابتدي ايه، افصل بقى. لو مش هتعرفي كده تعملي كده لوحدك، خلي في حد معاكي يساوي معاكي، علشان هو الطول شوية رخم في القص بتاعه. انا بحاول اقرب لكم اهو عشان يبقى كل حاجة واضحة. خليها 2 عشان تبقى متحملة معاها. هاجي على القطعة القمر دي
احنا قلنا دي اكتر من 3 متر، وهنقسمها نصين بس كده ايه وهي متطبقه. انا كده كده كنت قايساها مطبقاها على القص، كنت هقص وبعدين افتكرت ان انا لازم ايه اوريكم اي اوردر احنا بنشتغله ازاي، وما يجيلك شغل تعرفي تتعاملي معاه ازاي. يطلب منك شغل ستاير شغل ملايات تعرفي تتعاملي معاه ازاي. ادي كده متر نلوز طبعا، وادي نص متر و10 دي 5 سنتي اهي، يعني في 10 سنتي زيادة. تمام. هبتدي بقى ايه اساوي، عشان انتوا عارفين الستاير دي احسن حاجة فيها ان انت تسويها عشان تديكي شغل مظبوط. انا كده سويت اهو طرف على الطرف، وابتدي اظبط بقى من الجنب التاني وانتوا ماشي كويس جدا كده. هبتدي اقص لغاية الاخر. بسم الله ما شاء الله الستارة عرضها حلو. انت طالما مسوية شغلك بصي وانت مطمنة. القماشة دي جميلة جدا، ينفع منها بياضات الانتريه. ادي كده قصينا. انا كده خلصت دي. اتمنى ان الفيديو عجبكم، يكون سهل عليكم، وان الشرح عجبكم، ولايك سبسكرايب شير دعوة حلوة، وتابعوني في بقية التقفيل. تابعوني في قناتي المصرية للتفصيل، ان شاء الله هتستفادوا كتير. سلام.